مش عارف ايه، مش زي اللي حصلت في المغرب. لا، احنا جمهور المغرب ما كانش بيوزع حلويات علينا ولا كان بيرمي بونبون ولا شوكولات. جمهور المغرب كان بيرمي ازايز ميه فارغه زيها زي ما اترمت امبارح، بل بالعكس كان في سكينه معجون، وقعدنا هنا في الاستوديو وقلنا سلاح ابيض واخضر واحمر، وقعدوا يحللوا نص ساعه عشان خاطر يبينوا له هو مش سلاح ابيض، لا سلاح ابيض. واتحدف على جمهور النادي الاهلي. مع احترامي يعني، احنا قلنا هنا اخطا، لكن هناك مش المدينه الفاضله اللي حصل فيها. لا، ده كانت مباراه كره قدم وشفنا من الاجواء، بس الفرق اللي مصطفى شوبير لما اترمى عليه الازازه قعد يشرب منها، عنده خبرات ومش عايز يطور الموضوع. لكن هناك بقى من يمثل. وبعدين انا برضو املك فيديو عبد الله، لكن انا ما بحبش التناول بالاسلوب ده، يعني ما بحبش التناول الاعلامي بالاسلوب ده. انا املك فيديو اللي بدا الاحداث، وعندي الفيديو هنا في الموبايل. جمهور الجيش المغربي امبارح راح على المقصوره ورمى قارورات، وهو ده سبب اندلاع الاحداث. لكن احنا عايزين نتجاوز، احنا ناخده حاجه زي بتاعه رضا سليم اللي قال لك جمهور النادي الاهلي ايه.